أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. معاكم جيهان وجي لايف هاكس. هنقدم النهاردة القطايف بطريقتين، واحدة جديدة واحدة قديمة من اللي احنا متعودين عليه. الجديدة زي ما احنا شايفين كده هتبقى مش مستوية، بنجيبها زي ما هي بنعملها كده، اللي هيعملها في البيت او يشتريها من الفرن بره زي ما هي كده. والتانية اللي معروف اللي احنا بنستعملها وبنقليها وبتحط في الشربات وكل حاجة. هنبدأ مع بعض. دي الشوكولاتة السبريت اللي هي تقليد للنوتيلا، بس فعلا طعمها تحفة جدا عشان المقاطعة طبعا. وعندنا المكسرات، انا فصلت طبعا البندق لوحده عشان هو ده اللي هنعمله مع الشوكولات عادي. وهنحضر كمان المكسرات. عندنا عين جمل بنقطعه كده 4 والزبيب وجوز الهند، وبضيف عليهم معلقة قرفة بتديها طعم حلو قوي في الحشو. بس جهزنا الحشوات، نبدأ نعمل مع بعض. ناخد الأول القطايف اللي بالشوكليت والبندق، بنقفلها كده زي كأننا بنعمل قرطاس بالظبط. نحط صباعنا جوه كده وبنقفلها على بعض وبتبقى مقفولة من تحت كده. وبعد كده بنحشيها بالشوكليت وبنزينها بالبندق. بجد جربوها، انا ولادي يعني الصغيرين والكبار بيحبوها جدا. وفرقت معاهم، يعني مش حابين الطعم القديم بتاعنا اللي بالمكسرات اكتر والمقلي وكده، غير لما عجبتهم دي. بس هم دي عشان كده بياكلوا القطايف. فجربوها كده وقولوا لي رأيكم برضو بتعجبهم ولا ايه. بس وبتتحط تبقى سهلة جدا طبعا، لا محتاجة قلي ولا محتاجة حاجة. بس طبعا بعد ما بنخلص لازم نغلفها، عند التقديم بنطلعها. شوفوا شكلها جميل ازاي، والهنا والشفا. هنبدأ بقى مع القطايف العادية بتاعتنا. بصوا هي جميلة وطعمها حلو. يعني نعمل القطايف بتاعتنا التانية، نحطها عادي وبتتحشي. للبنات بقى الصغيرين ما طبعا المعلومة للستات حبايبنا هم عارفينها كويس، انما الصغيرين مش عارفين ان احنا ما نملاش قوي الحشو علشان نعرف نقفلها وعشان ما تفتحش مننا في الزيت. وبنحضر الزيت، بتتقلي كويس قوي، تحمر لحد ما تتحمر. وبعد كده ده الشربات بنكون مجهزينه. كوبايتين سكر عليهم كوباية مية، وبتتساب على نار، ونص ليمونة صغيرة مع باكو فانيليا. زي ما احنا شايفين قوامها تقيل شوية. بناخدها من الزيت تتحط في الشربات على طول، لا نحط على كلينكس ولا نحط على اي حاجة، عشان تحافظ على قرمشتها. القرمشة بتاعتها هي اللي هتفرق معاكي. فزي ما احنا شايفين كده. وبعد كده بناخدها من الشربات نحطها على المصفى لوحدها كده عشان تصفي الشربات اللي فيها. وطبعا الشربات اللي بيتبقى بنحطه في برطمان كده على جنب، بينفعنا بقى طول الوقت عشان احنا رايحين جايين هنعمل حاجات حلوة. كل سنة وانتوا طيبين.